من أكثر من 5 سنين وبعرف قديش رأيه له وقعه، ومجرد ما نقول اسمه بيستنجدوا فيه عدد كبير من البرامج لحتى يكون قيمة إضافية للبرنامج، إن كان من حيث المضمون، من حيث الرأي الموضوعي، أو حتى من أمرار بحيث الدبلوماسية اللي بيقدر يستخدمها لحتى يلطف جو معين إذا كان ما بده يحكي يمكن حسابات خاصة أو يمكن بينطر الوقت المناسب. الظاهر نحن اليوم رح نقتنص الفرصة والوقت المناسب لحتى نخليه يحكي عن كل شيء مع الدكتور صاحب الكلمة وصاحب الرأي الحر دكتور جمال فياض. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، وهيدي سعادة لإلي إني أطلع على أغاني إذاعة عزيزة علي. أنت بتعرف هالشي يمكن، وأنت بالذات كمان عزيزة علي، فإن شاء الله ما حدا يزعل منا، مع أنه يعني نحن حنحكي الحقيقة بدون ما نحاول نزعل حدا. إن شاء الله ما حدا بيزعل. دكتور الحقيقة بتزعل؟ بتجرح؟ ليك الواثق من نفسه بياخد النقد بالطريقة الإيجابية وبيحاول إنه يشوف وين الإيجابيات ويصلح ويصحح. أما اللي بياخدها بزعلة معناها هذا ما سمع شو النقد وشو الهدف منه. أنت اليوم لما بتنتقد فنان لأنك بتحب إنه يكون أحسن، حتى لو انتقدته بقسوة، هو مفروض يقول هون لقطوني بهاي غلطة، أوكي لحاول شوف كيف بدي صلحها. إذا هو زعل معناه هو مش عم بيعرف قيمة النقد. كلمة أو مصطلح ناقد فني اليوم يعني بيحملك مسؤولية كبيرة كونك اليوم كناقد فني. أكيد. يعني اليوم الناقد الفني إذا بده يحكي بالموسيقى بده يكون عنده حد أدنى بالمعرفة بالنوتات بطريقة الغناء، بنوع الغناء. أو حتى إذا بده يحكي بالصحافة بده يكون كمان عنده شهادة أو حتى خبرة بتخوله. أنت عاصرت الجيلين، الجيل الذهبي للتلفزيون، واليوم كمان عم بتعاصر التلفزيون كيف تطور من تلفزيون لبنان لليوم وصولا إلى التطور والانفتاح الإعلامي اللي عنا. الناقد الفني قبل ما نفوت بتعريف المصطلح اليوم مش بحاجة كمان لمين كمان ينتقد أعماله أو ينتقد فكره. يعني اليوم جمال فياض مين اللي بيجي بيوجهك أو مثلا بيقول لك بيعد لك حساباتك؟ أي شخص بيعطيني ملاحظة، وهلأ صار في قدرة على التواصل مع العالم بطريقة مباشرة عبر تويتر وفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. أي واحد بيعطيك ملاحظة أحيانا بتقراها بتقول معه حق حتى لو ما اعترفت له، بس أنت بتصير مرة تانية تنتبه. هلأ اليوم لتكون ناقد فني تقعد تعطي رأيك بموسيقي، بمطرب، بعازف، بلحن، بشاعر، بدك تكون أول شيء تكون تفهم شو يعني موسيقى، على القليل تعرف شو يعني المقامات، على القليل تكون تعرف تعزف على آلة. إذا ما بتعرف تعزف على آلة كيف بدي انتقدك أنا كعازف؟ تعزف أنت اليوم؟ إيه طبعا أنا بعزف عود وبعرف المقامات، بعرف شو يعني شو الفرق بين الكورد وبين النهاوند وبين الحجاز وبين العجم وإلى آخره. أنا اليوم بعرف إني حلل الموسيقى، بعرف أمسك أغنية لأم كلثوم مثل الأطلال وأعمل لها تحليل موسيقي، فندها مقام وجملة جملة وأداء، وين طلعت وين نزلت، شو عملت، كيف التصوير الموسيقي تبع اللحن. وهذا شيء صاير بكذا أغنية صرت عامله. أنا بتباهى بهالشي، صرت كنت بالأول ما أحكي أقول إنه هذا ممكن نوع من الادعاء، لكن يبدو إنه بعض الزملاء اللي دخلوا جديد على الوسط الفني بيجبروك تقول إنه يا أخي أنا لما بعطي رأيي بصوتك أنا فهيم، بعرف الأصوات شو يعني. لما بتعطي رأيك بلحن يا خي أنا بعرف أعزف، أنا بعرف المقامات، بعرف سامع، أنا حافظ كل الأغاني. هلأ أعطيني أي حزورة من أي أغنية لأم كلثوم، قل لي هاي الأغنية مثلا مين كتبها، مين لحنها، هالجملة من أي أغنية بقول لك. جيب عبد الوهاب، فريد الأطرش، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، فيروز، أخوين أي عمل، أي جملة، أي نغمة صغيرة بتقول لي هاي النغمة من وين، بقول لك من أي عمل وين ومين عملها. هون القوة والقدرة أن يكون عندك مخزون ثقافي موسيقي كبير أو مخزون سينمائي أو مخزون درامي تقدر تكون تسترجعه مثل أرشيف براسك. مش أنا بطلع بعمل شغلتي صحافي، فلاني طلقت، فلاني اتخانقت، فلان انحبس عشان شيك بلا رصيد. هول اللي صاروا يشوفون هول المادة اللي بتبيع وبتجذب القراء. أنا ما عندي هذا السوبر ماركت. اللي بده يجي لعندي بده يشتري من عندي أنا عطور ثمينة جدا أو ساعات فيها مرصعة بالألماس. ما بده يجي لعندي ياخد من عندي بالي أو بيقولوا لها بالمصري ملابس مستعملة أو شو بيقولوا لها ما بعرف هلا بتذكر شو الكلمة اللي بيقولوا لها، روبابيكيا. أنا مش بيع روبابيكيا، أنا زلمي اليوم عم أقدم رأي
بعمل فني المفروض يكون هذا الرأي مفيد وقيم وذو قيمة للفنان. يعني إذا الفنان سمع وقرأ يقدر يحس حاله استفاد إلى حد ما ولو بجزء بسيط. هيدي جملة كتير مهمة بتاخدنا لسؤال كتير مهم. اليوم بال 2017 يعني 2016 2017 الناقد الفني قديش بعد كلمته ونقده إلى وقعة وبعد العالم تسمع. بالزمان كان يعني الناقد الفني يقدر يمحي نجومية، يبقى يلغي نجم. يعني الله يرحمه جورج إبراهيم الخوري كان يشيل الفنان ويعمله نجم وينزل فنان ويمسح فيه مثل ما بيقولوا الأرض. يعني يحطمه بس على حق، مش على ضغينة، مش على حسابات أو على تصفية حسابات. ما بيقدر الناقد يتجاوز الحقيقة أو الواقع. يعني اليوم إذا جيت أنا قلت واحد صوته خطير وقررت أنا أنه لا صوته مش حلو لأنه أنا في بيني وبينه خلاف، ما فيني أنكره. وصارت معي كذا مرة وحطوني بهيدا حشروني بالزاوية وطلعت منه. في فنانين أنا على خلاف شخصي بيني وبينهم مش خلاف فني، وقاموا هالفنانين بمرحلة حطوني بمقابلة تلفزيونية على محطة من شايف كتير MBC بحول بالأسماء أروى ببرنامج آخر من يعلم؟ لا ببرنامج سهرة مع أروى يعني. وقالت لي شو رأيك بصوت ملحم حمزان؟ وأنا كنت تعرف الخلاف الشهير بقطر. ايه شو بدك يعني إلا أنه أنا لأن عن مختلف معه خلص بطل يعرف يغني. ما أنا أول واحد آمنت بصوته لملحم. كيف بدي اقول لها؟ قلت لها صوت من اجمل الاصوات. وبعدك عند طبعا بعدني عند كلام شو تغير الا اذا انبح هلا، وان شاء الله لا ما بينبح. يعني ما بتمنى لحدا الشر انا بس انه بالنهايه بدك تقول الحقيقه. يوم اللي بيقول الكلمه بدها تكون مثل السيف، يا اما منطقيه وبمكانها يا اما بيصير جريمه. انت اذا السيف يقطع احيانا بالحق صح، واحيانا بيكون بالخطا، وبالخطا يعني بالباطل صح. ما بيصير. اليوم وين بيقول جمال الفياض والله كلمتي الى وقعه، يعني فيها تهز اكبر نجم اليوم كلمتي. ما بدعي هالشيء انا، ممكن يكون إلها وقع ايه بس ما فيها تهز. ما بهز، لا ما بهز حدا. وصلوا معي عبر موبايلي الخاص او عبر اغاني على 04444303. دكتور جمال فياض هاشتاج الله يستر اللي هلا نحن اطلقناه مع الحلقه الخاصه اليوم معك. نعم. بعرف امرار الواحد اسئله معينه بتستفز الاخر، او يمكن الواحد لازم يرفع الاصبع امرار ويقول وقفوا هون عند حدكم. ما عم اقول لك اليوم بتقول انا تاخرت اني ارفع هالاصبع واقول انه وقفوا بقى عند حدكم لزملائي، انه ما بقى حدا في يتطاول علي او ينعتني بصفات تقلل من شأني ومن ثقافتي ومن مجهودي اللي على مدى 20 سنه من العطاء واكثر من 20 سنه بالاعلام والخبره اللي انت عندك اياها. انه ما بتقول لا خلص صار وقت انه وقفوا عند حدكم. ما عندي هالمشكله انا. مثلا مره ديانا حداد انتقدتها بشغله هيك مش ذاكر شو هي فردت دغري هي على التويتر انه الصحافي المأجور يلي حقه معروف قديه ما له حق ينتقده. هيك ضحكت انا انه هاي مش عارفه حالها وين عم تحكي مع مين عم تحكي. اكيد لانه هي بحياتها انا ما في يوم هي وجوزها لما كان جوزها مليونير وفلوس وعم يوزع على الصحافه فشر اذا قبلت منهم فنجان قهوه. هلا جيت صرت مأجور لانه لو حطيتها بالسما كنت اهم ناقد عربي. ولما انتقدتها ونقدي انا دايما لا يجرح بالشخصي. انتبه، أنا بنتقد أغنية، بنتقد عمل فني، بنتقد شغل. بس إذا شفت أي تصرف فنان كان مزعج أو نافر علق عليه ولا لا؟ لسه مش بهدلت الصحفيين. أنا بنحكي في هذا الشيء. نحكي في هذا ما علقت على الموضوع أنا، بس أنا ما عجبني واستنكرته. حأحكي فيه. زملائك الصحفيين اليوم في منهم بتقول ما بتشرفك إنه ما بتشرفك كلمة هيك زميلي لإلي أو زميل، ما بيشرفك يكون زميلك أو بتحس زملائي بتشرف فيهم. مين هن زملائك؟ سمي لي كل الصحفيين المحترمين اللي أسمائهم باتريسيا الهاشم عراسي وعيني. باتريسيا صحفية وفنانة ومزوقة وكلها زوقة على الإلكتروني من أهم المواقع. وهلا المر على عيني وراسي. هلا صديقة عمري، صديقتي هلا من سنة 80 يعني عم تحكي ب30-40 سنة. رغم الخلاف أنت ورحاب ظاهر. هلا رحاب يعني معلش إنه ما بعرف إنه أوكي، بس رحاب بتقعد تشتم أكثر ما بتنتقد. فاطمة كويسة منيحة، بس أنا ليك الفنان الصحفي اللي بيشتغل مع الفنانين يعد لهم برامج ويشتغل لهم شغل لإلهم، هيدا ما فيني اقول انا انه حيادي كتير. معلش ما تفوتني بالالعاب. لا لا الاسماء لا مثلا شهاده فاطمه ببعض الفنانين اللي بتشتغل لهم دائما لازم تكون مجروح. عبد الله
هلا ما بعرف انا لمين، بس بعرف انها بتشتغل لفنانين بتعمل لهم على برامج. العلن ولا على لا بالعلن. ليش بالعلن؟ مثلا مثل مين؟ انا ما عندي هالمعلومه، ما بعرف. هلا انت بدك تفوتني بهذا لا 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 هذا ليك. هاي النوافذ الصغيره ما بحب فوت فيها. مش هن بس هلا انا مثلا هي قعدت حلقه نوال الزغبي بمنا وجر، هي قعدت حلقه هيفا بمنا وجر، خلص. بس هي هيدي فاطمه عبد الله ولا فاطمه داوود عم تحكي؟ فاطمه داوود. ايه انا عم بحكي عن فاطمه عبد الله. فاطمه عبد الله النهار. لا برنايتها على الراس. شابو بقى بيقولوا. مثل ما بقول عم بقول بورت شابو. في مرة حدا بده يقول شابو بقى على بورت شابو. فاطمه عبد الله بالنهار طبعا استاذي فاطمه. فاطمه داوود كنت عم تحكي عنها. فاطمه عم بحكي عنها انه ما فيها يعني وكانت مع رجا ورودولف. ضعفت قوتها كصحفيه تستطيع ان تقول راي بموضوع معين. يعني انت بترجع بتقول لما بيصير الصحافي بيشتغل اتاشيدو بريس مع او ملحق صحافي اكيد. طب باتريسيا كانت ملحق صحافي لرامي عياش، باتريسيا كانت ملحق صحافي لراغب علامي. فقدت من قدرتها. ليه ما استمرت؟ لأنها ما قدرت تكون مش حيادية. ما قدرت تكون هيك، فهي ما قدرت تستمر. ما هو بيجرب الصحافي يكون ما بيقدر. بس والدليل انه مع راغب فترة وتركت، مع رامي فترة وتركت، مع مين ما كان الواحد بيترك لأنه بحس حاله مقيد بين انه هو اتاشي دو بريس وبين هو ناقد وفني وله راي. يعني لما بيصير مقرب من الفنان وعم بيشتغل مع الفنان بيفقد دغري. قال لك ما اجاني هالعروض كتير انا من فنانين. انت برايك ما حدا عرض علي تعا اشتغل لي اتاشي دو بريس؟ انت بتعتقد هيك؟ لا بعتقد يقال انك تشتغل بالخفا، بتنصح بعض الفنانين نصايح شخصيه. شو بتتقاضى مصاري. لا نصايح ببلاش. والله يا ريت باخذ. هلا حتفتح باب عليك. عم بيسمع بدي وجه تحيه لفراس حليمه عم بيسمعنا، عم بيقول لي دارين حتشيت اللي قالت بورت شابو. مزبوط. تحياتي لفراس. بس بما انه كنا عم نحكي كمان عن الصحافه المكتوبه، كمان مؤخرا السفير يعني هالمؤسسة العريقة وطلال سلمان، يعني الخبر كان مؤسف علينا طبعا. اليوم كناقد فني وكصحافي قديش بيعز عليك صحيفي مثل السفير يلي عاصرت أهم الأحداث وأرخت أهم الأحداث السياسية. أنا من جمهور السفير على كل حال. يعني من كبار بس أطلع على الطيارة بيعرضوا علي شو الجريدة بقرأ بطلب السفير. وغالبا ما بلاقيها لانه بيكون عليها موقف معين. بس انه بالنهايه انا كتير انزعجت. والاستاذ طلال سلمان من اساتذتنا، انا تلمست على ايديه يعني. وبدايتي بكليه الاعلام لما عملت اول مره بالجامعة اللبنانية بيصير مشروع انه طلاب الاعلام يعملوا مجلة لإلهم. كنت اول واحد عمل هذا الشيء، ومن وقتها صار بالمنهج الدراسي انه يعملوا مجلة. سميتها وقتها فكرة لبكرة. اول واحد كتب فيها انه المحرر تبع المجلة كان طلال سلمان واحمد صدقي الدجاني مستشار ياسر عرفات وناس يعني تقيلة جبتهم انا انه هول محررين المجلة. وقبل وقتها وبخط ايده كتبناها. كانت يعني فالاستاذ طلال انا بعتبره واحد من كبار الاساتذه. على كل حال ادى قسطه الى العلا وفاض وزاد. بتقول له بتنصحه يعني ما بدي اقول نصيحه يعني بتطالبه انه ينتقل الى الصحافه الالكترونيه يكون. انا كان بتمنى لو السفير استمرت الكترونيا في صحف في امريكا وباوروبا كثير اقفلوا وصاروا على المواقع. يبدو هو انه يا اما تعب يا اما ما بقى له جلد وتقاعد. يعني اراد ان يتقاعد، ما بعرف على كل الاحوال. سواء تقاعد او استمر فهو مكسب للبنان. وهو واحد من كبار الاساتذه واعمده من اعمده الصحافه اللبنانيه. يمكن هو من الاواخر يلي بعدهم باقيين بهذا الجيل الذهبي. بعد كمان من الصحفيين مين بعد في اسم بتحب تذكره هيك بالخير من الصحافه؟ الاستاذ مرعي عبد الله كمان توقفت مجله الوان وتحولت الى الالكتروني. والاستاذ مرعي عبد الله واحد من الاساتذه اللي تلمست عليهم. انا بداياتي كانت بالصحافة بمجلة ألوان ووصلت لصرت سكرتير تحرير تقريبا يعني. وبعدين انتقلت وأصدرت مجلتي الخاصة لمدة 10 أو 11 سنة. بس أنا لا أنسى ولا يمكن إلا أن أذكر مرعي عبد الله كيفما ذهبت وكيفما أتيت. يعني هذا أستاذ أعود إلى الصحافة الفنية وبرجع كمان إلى عون الكعكي اللي هو نقيب الصحفيين. هلا كتار بيلوموه على المجلة وأغلفة مجلة نقيب. كيف بتشوف عسلامة عينة فدوى كمان من الزميلات المخضرمات صارت يعني صارت بتلومة على الكفرز او على الاغلفه اللي ليك. اذا بنراجع مجلات الشبكه بالستينات والسبعينات ونشوف اغلفتها بنتذكر انه نادين بعدها ضمن الاطار المعقول. عندي اغلفه للشبكه هلا بس خلص بعت لك بالواتساب غلاف بتشوف صور الشبكه زمان كيف كانت. يعني ما مش معناها هيدي قصه الاغلفه. ولكن المصطلحات اللي هيك
اللي كان في لوم على مجله نادين اكبر صدر والى اخره، يعني اللي راح. انا ما بشتغل هاي الصحافه، لكن انا ما لي علاقه انه كيف يعني ما بتشتغل هذه الصحافه؟ في انتقاص منها يعني انه ما انا كشخص كجمال فياض مش لإلي ما بكتب بهيك مواضيع، ما بقعد بعمل مقابله مع ليال عبود وبسالها عن شو قصدك في انتقاص مني انا انتقاص مني انا مش المادة بتنقص منك. ايه هاي المادة انا ما بشتغلها، في ناس بيشتغلوها، يعني كأنك عم توصفها بمادة رخيصة. هلا هي المادة هيدي منا شغلة مهمة، إذا كانت يعني بدنا نقيمها كقيمة صحفية لا بلا قيمة هيدي المادة. أنا أقعد مع فنانة وأقعد أسألها صدرك وقياس صدرك وقياس أردافك، وكانت تصير هيك كل عمرها بالصحافة. وفي أنواع من الصحافة، هيدي الصحافة الشعبية مش صفرة. لا الصفرة، انا مش عم بقول، بس عم بقول انه يقال الصفرة هي اللي بتعطي اشاعات، وهي اللي بتلفق اخبار. الصفرة اللي بتلفق اخبار عن ناس مشاهير وبتالف لهم خبريات بس تصير زوابع وغبار حواليهم. اليوم عم بتقلي لما بده يسال عن اكبر صدر واصغر صدر، عم بتقول الماده هي ماده رخيصه الى حد ما وما بتناسبك، شعبيه يعني. ما بتلاحظ انه اليوم الشعبي هو اللي اكثر رواجا على الساحه؟ طبعا هيدا المسؤول عنه. ما بتلاحظ انه اليوم لما بيطلع فنان او بيقطع شخص، بدي احكي بالمجتمع اليوم، اذا بتقطع صبيه انت وقاعد بكافيه، اذا شفت شوي اردافه كبيره، مش كل الكافيه بيتوتوت بيقول ايه شو عامله باردافه بالضبط، ملفتة للنظر. ليه الصحافه بدها تكون حديث الشعب؟ في ناس بيشوفوا هيدا وما بيحكوا شيء بالكافيه، بتمرق هاي الصبيه ما بيعلقوا، بيطلعوا بيديروا وجهه مثلي انا مثلا. مش معناه انه انا ما شفتها ولا انتبهت، بس ما بعمل تعبير، يعني ما بعبر. يمكن اعبر بنفسي، انا اطلع اشوف وحده جسمها حلو، لابسه قصير، سيقانها حلوين، وعبر اقول والله حلوه وهيك، بس مش معناها انا اوف بلش زمر لها وطبل لها. في فرق بالتعبير. نضال احمديه، نضال على سلامة عينا، هلا انا وياها اصحاب ما تخلفنا بعض. سبحان الله فجأة. هذا السؤال شو عدم بدل عشان صرتوا اصحاب؟ ما بعرف اصلا ليش بنختلف، ما بعرف. كيف توصف حالة نضال احمديه؟ انت معك خبر انه انا ونضال اصحاب من سنة 80 لما قدمت على استوديو الفن. كانت هي جاي هاوية وانا كنت صحافي باول الطريق، وتعرفنا هونيك ومن وقتها بعدنا شو قصدك هاوية وصحافي باول؟ سابقة يعني كنت؟ لا انا كنت بعدني اول طريقي انه قالوا لي روح غطي برنامج استوديو الفن، وهي جايه. كيف بتشوف مسيرتها لنضال احمديه كحاله على الساحه؟ هذه حاله استثنائيه، نضال احمديه حاله استثنائيه. وين بتصنف الماده اللي هي بتقدمها؟ لانه في كثير من الاشخاص بينتقدوا. لك انا لما بدي صنف الماده مش خوفا ولا قلقا، بس انا لما بدي صنف ماده نضال الاحمديه قلت لي ناديه من الماده، معناها انا صرت استاذ كبير وبلشت قيم العالم. انا ما بدي اوصل اعطيتني الماده اللي عم بتقدمها فدوى الرفاعي وصفتها. فيك توصف نفس والجرس بتفوت بهذا الباب كمان. ما هو هذا الموضوع عند اثنين موجود، يعني عند الجرس وعند نادين، وكان يصير بالزمان عند مجلة نادين من قبل، على ايام ما كان حتى كانت نضال هي رئيسة التحرير، وكانت تصير بالموعد كمان، وتصير بالشبكة الأغلفة اللي فيها هيك نوع من المادة. بدي روح على المادة. مواضيع اللي بتطرحها نضال الأحمدية، عندك الجرأة تصنفها تقول شو هي هذه المواضيع؟ هلا أوقات بأي خانة بتروح؟ في خانة بتبقى أنا بعتبرها مش كويسة، مستواها مش كتير يعني يستاهلوا القارئ يقرأ، وفي محل بتكتب اشياء كتير مهمة وبتنتقد بشكل كتير مهم. يعني هي عم ترضي جميع الأذواق، وهذا من حقها. هيدي مادة عم تتقدم. كيف؟ بتساوم نضال الأحمدية؟ مش عم قول بتساوم، عم بسألك أنا. بتساوم بحسب معرفتك فيها وتقديرك لنضال الأحمدية. بشو بتساوم يعني؟ بتحس ممكن تساير على حساب قلمها؟ طبعا بتساير نضال، طبعا بتساير اكيد. نضال من الصحفيين يلي كلنا بنسير بس بنسب متفاوته، بس نضال شوي الدوز بيعلى معها شوي. ليه بيعلى الدوز؟ بس تكون زعلانه مع فنان ما بتكتب عنه الا وجهه نظر سلبيه، وبس تصاحبه وبتصير هيك، وبتصير معنا اوقات هيك شيء، بس نحن اقل. يعني كلنا بنعمل هيدي اللي انت عم تقول انا اقل، يعني انا محترف اكثر، لانه الصحافي المحترف هو اللي بيقدر يفصل بين الصداقه والعمل. ليك هيدي مش قصه احتراف بقدر ما هي قصه شخصيه وكاركتير بالحياه. الصحافي له حق يخلي شخصيته ومشاعره تتحكم بقلمه. ما هو شخصيته الصحافي اللي بتكون قدام، مش امرار نقده الموضوعي. ما هو بيحاول قد ما فيك موضوع. انت مشكلك انت وملحم زين كان يعني عبر من قطر وصل. بس انا مثلا ما بقعد كل نهار بدبج له مقالات. اتكسرت الطاولة، يعني قامت القيمة هوني. ماشي، بس أنا اليوم سألوني رأيي وكنت موضوعي وعطيت رأيي، بس أنا مش قاعد كل يوم بكتب عنه بينزل ألبوم ما بجيب سيرته. هذا مش موضوعية.
هيني ظهرت من الموضوعيه هون. انا ما يعني عم بتجاهل شغله الحلو احيانا، بس بتنجيب سيرته بتحكي وبتجاهل شغله السيء احيانا لحتى ما يقولوا لانه مختلفين كتب سلبي، وهو بيكون سلبي بس لانه في اشاره حمراء على الموضوع بتلاقيني بظهر من هذا الموضوع بقول لا بدي احكي هيك. الصحافه اللبنانيه معناها انا ونضال احمديه مثل بعض بس النسب متفاوته، هي بتعلي دوز انا بضلني بحافظ على دوز بسيط. الصحافه اللبنانيه والصحفيين اللبنانيين والصحفيات متهمين ومتهمات على طول بانهم عذرا على التعبير، ولكن بعرف بعز علي اني اقوله، ولكن بترشيه وحقه تكت طياره، في صحفيين ولا تليفون، ولا في صحفيين حقهم سيم كارت مش تليفون، سيم كارت حقهم ما انه محتاج. عندك الجرأة تقول مين هن؟ لا هيدا لا مش هالقد، هيدي صار قله ادب. ما تعرف هول الدخل يا ساتر شو بعرف اشياء اهم من هيك. انا اذا بدي كل شيء بعرفه اقوله ليش شو بيرتشوا بياخذوا مصاري. في زملاء هن مش زملاء اصلا، هن دخلاء على المهنه ما لهم علاقه بالصحافه، لا دارسينها ولا متعلمينها. في حدا من اللي ذكرتهم ما في؟ لا ما في. انا ما بجيب سيرتهم هول لانه هول بالنسبه لي دخلاء، وانا مطالب. هلا عندي موعد قريبا مع وزير الاعلام ملحم رياشي، وهو طلب مني انه اجي لعنده على المكتب. عندي بعض الافكار انه يسمعها. اول شغله بدي اطلبها منه انه منع مزاولة مهنة الصحافي كموظف رسمي مع ضمان بمؤسسة إذا ما كان عضو بالنقابة، نقابة المحررين، ويعني وحفظ حقوقه المادية كصحفي، إلا إذا توافرت فيه شروط الدخول إلى النقابة، وعدم تحمل مسؤولية أي كلام بيقوله واحد ما له علاقة بالصحافة، وتنظيم مهنة الصحافي. ليش أنت باليوم المحامي ممنوع يترافع بالمحكمة إذا ما كان عضو بنقابة المحامين، ومسموح للصحافي يقعد يوزع لنا آراءه على الناس إذا ما كان عضو بنقابة وهو منه عضو بنقابة؟ بدأ إعادة تنظيم بالضبط. هاي من ضمن الأشياء اللي بدأ فيها ضابط إيقاع. وأنا كنت عم أقول كمان يا ريت بتحمل كمان معالي الوزير إنه هو قال ملحم رياشي من المتوقع وهو عم يسعى إنه هذه تكون آخر وزارة إعلام بتوليها وزير. هذا غلط، أنا ضد هالفكرة. أمانة إنه نحن بحاجة لتفعيل دور وزارة الإعلام. نحن ما صرنا أمريكا وفرنسا لحتى يبلش يعملنا. نحن بحاجة لوزير إعلام يضبط الإيقاع الإعلامي والمهزلة اللي عم بتصير بلبنان. لأنه عم نحكي عن الإعلام، رح نروح إلى حكينا عن الإعلام المكتوب والصحفيين، بدي أروح إلى التلفزيون. نعم. أنا لما بلشت بالمقدمة عم بقول أنت عاصرت التلفزيون، العصر الذهبي للتلفزيون. نعم. تلفزيون لبنان. نعم. وأنت اليوم عم بتشارك بصناعة مادة تلفزيونية. نعم. إن كان عبر الأوربت ولا إن كان عبر الMTV. نعم. وكمان بالإعداد بتشارك ببرامج يعني لك وقعك بالبرامج. بالزمان كنا نشوف عذرا على التعبير هالردح الإعلامي اللي عم بيصير. لا طبعا لا. كنا نشوف هالفجور بالإعلام اللي عم بيصير اليوم. شوف اليوم من 10 سنين كان في محطة تركية بتعمل برامج ألعاب وهوات، وفيها من ضمن من 10 سنين عم بحكي لما بلشت الفضائيات، يعني أول ما بلش من 10 و20 سنة يعملوا مسابقة، يصير مثلا بنتين عم يتباروا بيسألوا أسئلة، كل ما بنت خسرت جواب ما عرفت تجاوب جواب تقلع قطعة من ثيابها لتوصل آخر شيء تصير من غير هدوم. نحن كنا نقول اوف ليك الاتراك وين صاروا، شو هيدا ما بيصير، هيدي محطه اباحيه. نحن واصلين على هيدا الشيء قريبا، واليوم عم بيصير على هلا اللي عم يصير بناقشت. هاي امبارح شفت برومو لشاب عم يقلع هدومه، يعني بلشنا الشباب كم جمعه بعد بتشوف الصبايا رح نفوت من التنين معناها هيدا التطور الطبيعي. مش عم اقول تطور ايجابي او سلبي، بس عم اقول هيدا التطور الطبيعي، المنحى اللي رايحه فيه الاعمال التلفزيونيه. هلا يبقى انه سياتي يوم تصبح المحطات شبه مشفرة، اللي بده بيشوفها واللي بده بيمحيها. وانا في محطات كتير عندي بالبيت محيها، عامل لها ديليت. مثل ما بدي اقول لا بدك تقول لي محطات لبنانية الجديد. لا ليش الجديد؟ ليش شو المنار؟ كونه انت كمان ما عندك اراء سياسيه لا باس بها على تويتر، حنحكي فيها كمان، بس ولكن شو هي المحطات اللي شايلها؟ يعني مثلا في محطة الجزيرة انه انا ما بحطها لسبب انه خيي انا متزوج من سورية. وبفترة الحرب بسوريا صارت المشاهد اللي تنزل على هاي المحطة عجيبة غريبة. صار عندي بالبيت مأساة. انت من الاشخاص اللي بيتهموا الجزيرة في تضليل. انا ما بتهم شيء بالجزيرة، انا عم اقول خليني ضمن اطار اللي عم اقوله. في مشاهد عن حرب سوريا كانت عم تنزل مضللة، انت يا خيي حقيقية، ما بدي اقول مضللة، بس انا عندي زوجي بالبيت، ما عندي زوجتي كل ما حضرت العربية عم بتحط الMTV عم بتحط كل المحطات. لا في مشاهد كانت تنحط
على الجزيرة وعلى بعض المحطات الفضائية. لمجرد ما قلت اسم الجزيرة، اسم قناة الجزيرة، يعني عند اليوم المستمع واللي عم بيتابعنا بيعرف ما وراء كلمة الجزيرة لا أنا بغير اتجاه، خليني أوضح صورتي بس، ما تقاطعني لثواني بس لأقول على المشاهد اللي كانت تنحط على الجزيرة عن حرب سوريا كانت تسبب حالة بكاء وعويل عندي بالبيت، لأن زوجتي سورية من حمص. فكان الطبيعي أنا حتى زوجتي ما تشوف هالمشاهد إني امحي المحطة. وفي احيانا كان على تلفزيون المستقبل بنشرة الاخبار يحطوا كمان نفس الشيء، وشلت المحطة. يعني انت مع النظام السوري بهالحالة عم وشلت محطة يعني التلفزيون السوري. يعني انت كل محطة ما بتوافق وما بتأيد النظام السوري بتشيلها عن تلفزيون. شرفك انت هلا هيك والله عم بسألك سؤال. انا عم لك المشاهد بغض النظر عن رأيي بالنظام او غير النظام. انا ما عندي تدخلات بهذا الشيء اللي عم يصير، لانه متعارف عليه انه خليني اوضح لك وجهة نظري لحتى ما تعمل لي اشكال مع البعض الاخر. عم اقول لك المشاهد كانت تستفز مشاعر زوجتي السورية. فأنا حتى ما أوقع بهذا، تشوف طفل عم يبكي أو سواء مع النظام أو ضد النظام، أنا ما عم بحكي عن رأيي بهذا الموضوع، عم بحكي على المشاهد اللي عم تظهر على المحطات. فأنا شلت هاي المحطات حتى ما كل شوي إجي فوت فجأة ألاقي مرتي قاعدة عم تحضر وعم تبكي. فشلت المحطات مشان ريح راسي. أوكي. مين من الإعلاميين اليوم إذا عم بعطيك هالتوصيفات بيخطر على بالك اسم بيحرك الشارع؟ يعني ايه بتحس انه بتحسه مثل عم بكب فتيلة بمحل معين، او بتحسه على طول ما في فيصل في غيره انت قلته يعني عن جد. انت بدك قول يا اخي، قول يا اخي، قول يا اخي. قال لك انت حمار، ليش ما بترد عليه يا اخي؟ فيصل القاسم اكيد يعني هو وفي كم واحد بتقبل تطلع بمحاور لا ما بتقبل تطلع معه؟ لا، لانه انا عندي تسجيلات لفيصل القاسم تقول عكس ما يقوله اليوم. فلما بيكون صحفي اليوم هيك ويوم هيك ما فيك تجي انت بتعطيه هيك. هيدا تصريح طبعا انت يعني هيدا شو لما عم تقول انا عندي مستندات انه مش مستندات، تسجيلات موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، هن جمعين له اياها. كيف عم بيقول حتى عادل إمام في له تسجيلات بيقول مرة حاطط محمد مرسي بالسما وحاطط مبارك بالسما وبعد شوي بيقول السيسي بالسما. يعني انه في ناس بيناقضوا نفسهم. هون اللوم على مين؟ على المؤسسة الإعلامية او على اللوم على الإعلام او على الإعلام على الشخص اللي ما بيحترم مبادئه. طب أمرار اليوم انت بتشتغل بمؤسسة معينة يفرض عليك ما حدا بيفرض علي، انا فاشر اللي بيفرض علي. انا كل ما اقوله بمنا وجر او على تويتر بس او بمنا وجر اتهموك انك ما حكيت، ما اعطاني بيير دور واتهموك اكثر من هيك انه نهار اللي بدك تحكي بتقدر تحكي وتخرق وتسكت لو 10 قاعدين حدك. يعني احيانا غاضيت وسيرت. لا ولكن بعد الفاصل نحكي مع جمال فياض شو رح بيصير. طبعا متابعين معكم مباشرة عبر إذاعة أغاني 98.9 اف ام. بعرف كثير من الأشخاص عم بيحاولوا يتواصلوا معي، ولكن عذرا أنا عندي مشكلة بتليفوني ب 3G، ما عم بقدر اخذ الواتسابات. فأي صحافي عم بيسمعنا وعباله كمان يشارك معنا فيه بعت لي مساج. ما شاء الله عليك الكل عم بيسمعك. رشا الخطيب كمان بعتت لي، وبعد شوي كمان بنكون بمداخلة سريعة مع رشا. حكينا بالسياسة وحكينا بجرأة. كيف شايف لهلا الوضع معك؟ مرتاح؟ ممتاز وما عندي مشكلة مع شيء ابدا. بعد روح وعلي ولقاتي اعظم بعد علي. انا اخذتها، قلت لي على الاول قال لي دغري طلعوا علي. انا مواضيعك ما شاء الله حامي يعني. بدي اقول لك انت ما شاء الله عليك حاضر وجاهز، ما مخلى ولا مبقى. زي العين عنك زي العين عنك مثل الدينامو. هيدا المينيموم لانه انتم ضيوفي وانت ضيفي. ضيفك هيدا نوع من الاحترام. ايوه هيك الاحترام يا اخي. بهدلنا لا احسن. طب بدك اقول لك بتعرف قلت لي على سيره الصحفيين كمان واللي قلنا، قلت لي في عالم ترتشى، في عالم قلت لي اللي بيرتشوا اكثر من الشرفاء. طيب. بنسبة 80 ل 20. بدي اكتب لك اسم على هالورقة. فيك تقرأ على الهواء، فيك تقول لا ابرمه من هون. وشو علاقتك فيه؟ جورج تفوني رجل اعمال. نعم. عايش بالولايات المتحدة، معه نعم. مصاري كتير. نعم. شو بده يربط رجل اعمال بناقد ملياردير شو معه مصاري؟ رجل اعمال اوكي، احواله كويسة ماشي. على فكرة ابنه لجورج تفوني اللي كان عنده شارمران زمان إذا بتذكر، خبير تجميل، وهو أحد أبرز الخبراء التجميل بالسبعينات والثمانينات. شو وضعه؟ بيصرف؟ بيعطي؟ بيدعم؟ والله ليك بحكيك الحقيقة ما بيطلع منه شيء، ما شفنا منه شيء لهلأ. ولا لهلأ بيدعم بطريقة أغانيه وبيدعم شغله
وبيدعم اعماله، وهو هيدا صديق لإلي. صوته يعني كيف بتشوفه؟ كيف صوته كويس، بيغني منيح، بس ولا مرة أعطيت رأيي بصوته لعلمك، حتى ما تشغل بالك. أعطيني رأيك. هل كويس بيأدي كويس؟ يعني بتشوفه نجم عنده مقومات النجومية؟ عندك الجرأة تقولها؟ هلا هو أنت بتقدر تشوف. لا يعني بيقدر ينافس راغب علامة وعاصي الحلاني؟ بينافس محمد عبد الوهاب. شو رأيك؟ اللي سألني هتعمل لي فيها فيصل القاسم هلا لك يا شو ما قال لي يا أخي ما قال لي، ما أنا بدي أشوف. جورج تفوني قلت لي أنت وراغب كنتوا لك قصتي مع جورج تفوني على السريع. وانتقدت راغب. رح أقول لك على السريع. راغب مش مليونير قد جورج تفوني. رح أقول لك شغله. جورج تفوني كان بيوم بمقابلة بعد حادثة قطر على التلفزيون بأمريكا، أنا ما بعرفه. طالع هو ملحم زين، بيقوم ملحم زين بيحكي على الإذاعة على التلفزيون. اسمه دندن على التلفزيون بأمريكا، تلفزيون عربي بدندن. بيقول إنه مينا جمال فايد صحافي ما حدا بيطيقه، ما حدا ما صحبي مع حدا ولا حدا بيعرفه، يا دوب هو صحبي مع راغب علامة وما له قيمة كصحافي. هو فكر إنه عم يحكي بأمريكا إنه شو بعرفهم العالم. كان المشكل صار له أسبوع، هو خلص وراح عامل معه بالحلقة شخص اسمه جورج تفوني قاعد طلع فيه هيك، قال له لا هيك مش مزبوط. فطلع فيه المذيع قال له لا أنا بعرف جمال فايد صحفي كبير وناقد مهم وكل الفنانين بيحبوه وأصحاب، وحكي عني كلام كتير حلو. بعتوا لي تسجيل الصوت تبع مش الصوت، صوت وصور الفيديو يعني تبع هاي المقابلة. فأنا طلعت مين هذا عم دافع عني وأنا ما بعرفه؟ فتشت قالوا لي هذا اسمه جورج تفوني. فلقيته عامل لي اد على الفيسبوك، حطيت انا انه شكرا جورج تفوني على اللي بيحمي غيبتك، حتى هو مش صديقك هذا بيكون رجال وكذا. فبيبقى عامل لي اد على الفيسبوك، بيتصل فيي بيتلفن لي بيقول لي انا معجب فيك وكتير بقرا عنك وبتابعك وبلا بلا بلا وانا بحب غني كمان. قلت له والله. قال ايه؟ بعت لي شي غنية من اغانيك. ايه بعت ذكي سيرك لحتى بيقول لك انا لحظة نكمل. قال ذكي برافو عليه. شو ممنوع بقول ذكي؟ مين ملحن له؟ مين؟ سمير صفير. طيب الملحن بيقبض مصاري. هلا سمير صفير اذا الصوت مش سمير مش هو اللي كان ضد انه هو ما بيلحن لهيفا لانه هيفا ما بتغني وصوتها وواحد عمل عليها دراما للقصه؟ سمير صفير؟ ايه معناها هو لمين عطى سمير صفير غير؟ معناها ليه؟ اعطيني ما عطى رولا ساعد سمير صفير؟ عطى كل الناس رولا ساعد. بسألك سؤال مع احترامي ومحبتي لرولا ساعد. خليك معي. رولا صوت. خليك معي. هلا نحن بجورج تفوني شو بدك اوصل لك فكره جورج تفوني؟ بس انت قلت لي سمير صفير. ايه؟ انا مع احترامي للملحن سمير صفير ولمين تعامل مع شمس الغنية، تعامل مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني من اجمل الاصوات طبعا. بس ما فيني اقول كمان سمير صفير ما تعامل مع اصوات. يا اخي خليني اكمل لك. ليش ما فعل هلا؟ لا لانك سويت انه صوت يعني لا انه سمير صفير عطاه الحان، عطاه غنى من الحان سمير صفير، دفع حقهم. اوكي انا جيب لي مقال كاتب فيه تحليل لصوت جورج تفوني. اعطيني هلا. ما كاتب. هلا اليوم انت شو بتقول عن صوت جورج تفوني؟ كويس. عنده مقومات النجوميه؟ هلا لا ما عنده هالطموحات. هو يعمل نجم العالم العربي. لا هو عايش بامريكا. لو انت كجمال فياض بتشوف شو مقومات النجوميه؟ بتشوف في اليوم كلمه بالتام في يكون شباك تذاكر، في يكون نجم حفلات، شباك تذاكر بيعمل حفلات، بيجوا اصحابه بيحضروه، بيتبرع بكل ما يدفع كل ايرادات حفلاته لجمعيات خيريه. يعني هو عم يعملها كهوايه والايرادات اللي بيطلعها بيروحوا لمراكز سرطان الاطفال وللايتام. وياما بعت لي فلوس جورج تفوني لأتبرع له فيهم لجمعيات خيرية. كل سنة جورج تفوني على نوال على راس السنة بيبعت لي فوق 10 و15 ألف. أنا مسك له هذا الموضوع وسألها للمر. ليش بده يخصصك لك ليش انت صديقي بيوثق فيي بيقول لي هاي المصاري شوف لمين بدك تعطيهم. بروح انا بتبرع فيهم يعني وبجيب له ايصالات وببعث له اياهم. رب ضارة النافعة. يعني خلات انت وملحم زين ثاقبت شئت الظروف صرت صاحبي انت وجورج تفوني. مش غلط لعلمك بس لقلك صار عازمني، صار له من وقتها من 5 سنين بيعزمني على امريكا. علي التيكت وعلي الاقامه وعلي وما رحت لحد هلا. بس انا بعترف مرة عزمني على اسطنبول ورحت وهدايا ولا شيء هدايا. وحتى ما اكون كذاب مرة بعت لي كاميرا فيديو بستعملها بشغلي اتش دي 4K. بس انا زلمه شفاف. رحت على اسطنبول قعدت 5 ايام انا ومدامتي وهو ومدامته. نزلنا باوتيل، هو قطع لي التيكتات، هو حجز الاوتيل، هو تكفل بكل المصاريف
وفي مرة بعت لي كاميرا 4K كاميرا فيديو صغيرة لأخدها بس بعدني بتعرف يعني هلا لما عم بحكي انا وياك وجورج صديقي مش علاقتي فيه فنان هذا اللي بدي اقوله لانك انت قلت إيه. اليوم حكينا عن فاطمه داوود كمان انه لما الواحد بيشتغل مع فنانين ومع اعلاميين معينه بيصير مقيد الى حد ما إيه. فبعتقد فسرتها هلا بطريقتك انه انت اليوم صداقه مع جورج بس اسألني إذا شي مرة كتبت شي عن جورج وعن صوت جورج سألتك وقيمته إعلاميا وحطيته بالسما ما حطيته بالسما هلا اعطيتني تقييم كويس بس ما عنده مقومات النجم لا طبعا معمول عنه لا ولا هو عنده طموحات النجم ولا انا برجع بس ينافس راغب علامي بدي اعرف انت شو رايك كناقد فني ما بيصير مثل راغب علامي ولا ممكن يصير ينافس اي فنان ولا حتى بيقدر ينافس ايمن زبيب مثلك هيك مع انه ايمن زبيب نجم صف اول بس ب مش تبي حنحكي عن هذا الموضوع قبل ما نروح الى ايمن زبيب على فكره البوم أيمن اليوم سمعت اغانيه اول مره عن جد أيمن يعني برافو عليه كيف بيعرف ينقي أغاني يا ريت بيخدم أعماله الفنية مثل ما بيختار هالأغاني الفنية رح يفقعني أيمن زبيب لحالي أخذت له الغنية بلا ما يعني ما في معرفة أنا وأيمن أخذتها من شركة روتانا وحطيتها عندي بلا أي طلب لأنه الغنية بتاخذ العقل وخرج الواحد يدعمها بدي أقول أكيد مع حفظ الألقاب لكل اللي عم نذكر أساميهم مع كل الاحترام لكل اللي عم نذكر أساميهم رح لك سر أنا رح لك سر مرة أول مرة بقوله بحياتي وكتير مهم أنا مرة احتجت مصاري مبلغ $3000 هي عم قولها علنا قدام العالم مين برأيك بطلب الدين مصاري من أيمن زبيب رحت لعند أيمن قلت له ديني $3000 شال 3000 وعطاني إياهم بوقتها وبعد شي حوالي شهر أو شهر ونص حملت المصاري وخدت له إياهم وعطيته إياهم طبعا هو رفض قلت له أبدا أنا ما طلبت منك مثل ما بيطلبوا الصحفيين ديني وبطنش 3000 رجعت له هني وهاي ما بنساله اياها لايمن ما طلبتها لا من راغب ولا من عاصي ولا من اي صديق طلبتها من ايمن زبيب ليش ايمن زبيب ومع ذلك انت بتخلي ايمن يحكي لك انا وياك كيف شدوا رخي بالنقد وبالكلام وبالمواضيع سلبي وايجابي وسلبي وايجابي لحتى فهمك ما قلت بوقتها انه ممكن ها $3000 تكسر شيء بالعلاقه او لا تهز مكانتك ابدا لانه واثق كان عندك ثقه واثق من نفسي انا ما حدا وبايمن وعندي انا بتخاف حدا يمننك يوما ما قبل ما تطلب يعني الواحد قبل ما يطلب يحسب 100 حساب طبعا ايمن من اي نوع الاشخاص ايمن من النوع اللي ما بيمنن وبالعكس كان يمكن ما بده اياهم وبالقوه انا قلت له ما بقبل لانه اذا ما اخذتهم يعني انا صرت عم شبح هيك صار اسمها تشبيح هاي بيسموها بالصحافه ورجعت له اياهم اذا بتحتاج لمبلغ مادي معين عاد مين تلجأ لايمن ترجع لايمن ايه. معه يعطيك مع انه ايمن اكثر واحد متخانق انا وياه السنه الماضيه واللي قبلها على الفن طبعا مش على الشخصي قول الو الو ايوه اهلين بونسوار بونسوار محمد بونسوار رشا الخطيب زميلتنا كمان من تلفزيون المستقبل ليكي يا رشا اذا بدك تيجي تهاجميني او فيها تقول اللي بدها اياه ممنوع انا بالعكس انا بدي اقول قبل ما بلش حديث حتى ما الناس تاخدها انه في مشكل او عم هاجمك بدي اقول قد ايه انا بحبك حتى ما يفهموني غلط بس انا بس بدي اوضح شغله انه كنت عم بتقول انه نحن بنحط بنشرات الاخبار مشاهد مؤذية للعين عن الموضوع السوري من 2-3 عم بحكي مش هلا اليوم ما بعد الثورة السورية عم بحكي بوقتها يعني ولا مرة عن جد أنا مستعدة إن أجيب الأرشيف تبع النشرات عن جد هاي بالأمانة مش مدافعة ما عم بحكي بالسياسة حتى كمان الناس تفصل إنه ولا مرة بالعكس نحن وقت نحط شيء ممكن يكون فيه دم أو أشلاء أو هيك نحط موزايك عن جد هاي للأمانة أولك شل الفيوتشر والجزيرة لأسباب سياسية لا كنت شلت غير محطات ما هو شو LBC والMTV كانوا مع النظام السوري يعني بس كانوا مش ماسكين يعني كانوا إذا بدك بالنص إلى حد ما بالضبط أنا بحب اللي بالنص هي أخذنا أنا لأنه أنا بحب ضلني بالنص ويبقى هون تصنيفك أنت بحسب تصنيفي أنا رشا نعم ردي إذا بدك تقولي أي شيء الهوا لإلك لا بالعكس هلا انا بالنسبه لي انا حدا كثير بيحترم عن جد الراي الاخر ما ابدا
يعني ما بصنف الناس ولا بحبهم ولا شيء على رأيهم السياسي. كله اصلا رايح هيدا الشيء مثل الشهرة انه مجد باطل عن جد. بالضبط هذا الكلام الصح. يعني هول العلاقات الانسانيه هي اللي بتبقى صحيح. بالعكس انا يمكن اول مره تعرفت على دكتور جمال كان بالراديو عنده ببرنامجه وانتقد المحطة تبعيتي عم تقد المستقبل وانا كثير اخذتها بحابة صدر يعني بما انه نحن بنقول بلد ديمقراطي تخيل نكون ديمقراطيين انه نكون ديمقراطيين عن جد ونتقبل الناس طول ما شيء ما فيه تجريح اكيد او لا طبعا ما بدنا نعود مش انتقامي. بشكرك وبشكر متابعتك وان شاء الله قريبا بتكوني كمان معنا بالاستوديو باغاني بعز العشقة. والله انا بحبكم اثنيناتكم وانا بحبك رشا انت بتعرفي حبيبتي رشا. ثانك يو سو ماتش رشا. رح كفي بالمواضيع لانه ما شاء الله صرنا ساعه تقريبا على الهواء وبعد بدنا ساعه كمان ما بنخلص لانه في مواضيع كتير مهمه ومساق الظرف انك انت اليوم جاهز انك جاي وبدك تفضل اللي بقلبك وتحكي اللي عندك وبنفس الوقت كمان الساحه الاعلاميه والتلفزيونيه ما شاء الله عليها حاميه. اليوم قلت انا اليوم في ردح اعلامي بين المحطات. نعم. ما بقى انا مني من الاشخاص اللي بيتخبوا وراء اصبعهم. لما قررنا نطلع على هيدي الاذاعه قلت له لجهاد المور قلت له انا اذا بدي اطلع على الاذاعه بدي اطلع بهذا البرنامج يا بدي احكي عن كل شيء وبدي اجيب سيره الكل يا اما بدي اعمل اذاعه بلاها احسن. بالضبط. حرب MTV LBC الحرب الكلاميه والتراشق اللي عم بيصير على العلن اليوم. هل هيدي ماده اعلاميه مزبوطه؟ هل هيدا دليل صحي؟ نحن وين اليوم؟ ليك هي دليل صحي ومزبوطة وحلوة لكن في محلات عم تتجاوز الخط الأحمر اللي هو الحد المعقول والمنطقي. منا وجرد تجاوزتوا الخط الأحمر والمنطق والمعقول. بعتقد يمكن زميلنا جوزيف شوي زادة على قصة هشام لما برشوا بطريقة شوي هيك قاسية. أنا إذا بتلاحظ ما أعطاني بيير الكلام لارد بس بين علي إنه أنا ما طلعت باستغراب على الموضوع وما كنت كتير راضي عن اللي انقال. عشو منك راضي؟ انه مش هالقد هشام يعني انه اوكي اذا بيضحك هشام وعنده حس الكوميديا عالي شوي وما فينا نتهمه لهشام بالاسفاف ونرجع نقول انه عادل كرم ما عنده نفس الشيء لانه عادل كمان بيعمل مثله اكثر. مش ضعف اليوم منك انت كاعلامي يعني كحدا موجود على الهواء بيقولوا الاعلام الذكي هو الشاطر اللي بيقدر يسرق الهوا. لا ليك لما كنت او كنت عم تحسب حسابات بعينة. لا ما بحسب حسابات لشيء انا ما عندي مشكله او كنت عم بتقول لا ما بدي علي انه كاني رح بلش علق. طبعا بيير ما خلى الوقت دغري لفه واخدها مرقت مني بدون ما انا بس لو طلع في بيير تطليعه يوحي لي انه قول اللي من طرفنا. اللي بدي اقول شغله انت عم تحكي من وجهه نظر معين يعني اللي عم تسمعه على اللي عم تقوله على عيني وراسي ولكن ايضا الاخر اليوم صار بدك تحس كانه صار في عندك كل اعلامي هو صار البوز الحربي لاي محطه هو فيها. يعني اليوم هيدا ما يعني اليوم انا اليوم معك هشام اليوم في محلات معينه عم بمرق رسائل يمكن هو مش مقتنع فيها او مش مزبوطه بمحل معين عم بتكون ولكن علما ليش بدنا نتخبى وراء اصلا؟ مين قال انه هشام مثالي؟ ما حدا عم يعطي مثاليه. هشام ولا بيير مثالي يدعوس على الخط الاحمر ولا انا مثالي ولا عادل كرم مثالي. ما في حدا مثالي الكمال لرب العالمين ولا حدا من اللي عم بيسمعنا اليوم مثالي. بس اليوم بتلاقي مثل كل اعلامي صار ماسك راية المحطة اللي هو فيها. هلا هو طبيعي قديش ذكى من خبز السلطان بده يضرب بسيفه. بس لحظة هيدا قديش ذكى هيدا الإعلامي بده يحسب خط الرجعة لأنه اليوم أنت عم بتطلع على هيدا الشاشة بكره يمكن ما تطلع عليها. بالضبط هيك. بس نحن تعلمنا ننسى يعني في كتير صار اشياء بالزمان وبعدين تغيرت الامور وانقلبت العالم وراحت على محطه تاني وصارت تحكي بطريقه تانية. طيب اليوم لما صارت الماده الاعلاميه هي ضحك تمريك تعليق على اخطاء الزملاء. هل هيدي هي صارت الماده اليوم اللي الواحد بده يطرحها؟ بده يطرحها 45 دقيقه الله يرحمه منصور رحباني مره قال لي لحد هلا ما قدروا لا علماء النفس ولا علماء الاجتماع ولا المثقفين كلهم يحددوا اذا كان الفن له ام ثقافي. الفن ممكن يكون له ممكن يكون تسلية ممكن يكون ترفيه. اليوم إذا طلع المذيع سواء عادل أو هشام أو أي مذيع عنده برنامج ورفه عن الناس ضحكهم إلى حد ما ضمن إطار معين ومنطقي ومعقول بدون ما يهين كرامات الآخرين أنا بحبه وبسمعه وبتضحك.
انا معك. لما يدعس على الخط الاحمر ويهين بالاخر، هون بقى بقول له لا ستوب، اسمح لي فيها انت تخطي. دكتور، نحن مسؤولين عن اي ماده نحن عم نقدمها للراي العام. طبعا. نحن اليوم كدورنا كاعلاميين يا منوجه الراي العام ونعطيه الانطباع اللي نحن بدنا اياه ولا لا. اليوم كنت عم بحكي انا واحد الزملاء بالمحطه، عم بقول شغله، نحن اليوم مين منا ما عم بيسمعنا ما بيكتب ايميل غلط، بيعمل غلطه بشغله. لانه انا بدي اجي على حلقه وانا شخص يقعد حدي، ما انا بقعد حد الضيف. انت اتهمته بالغرور بالزمان. ايه، واتهمت انك انت كنت فتيلة المشكل بينه وبين الراحل الموسيقار ملحم بركات. لا مش انا. مين؟ تهمت، ايه مزبوط، تهمت بس مش انا. هو ما تخانق مع ملحم بركات. واتهمته انه الله يرحمه على فكره، رح اقول لك شغله، بين متزوجين. انه سودتوا وجه لبنان بقطر. سودنا وجه ايه طبعا، بس انا اليوم القصة مضت وما بدي ضلني احكي فيها. بس بعد تردداتها لليوم، يعني اليوم اوكي. انا بعدني عند شرطي، مثل ما سبلي واهاني علنا بده يعتذر مني علنا. لو بيير قال لي تعال بدنا نصالحك انت وملحم، وبقول له انا والله اذا بيقول لي انا يا خيي غلطت بحقك ما تاخذني انت مثل خيي الكبير، بعتبر القصه انتهت، كنا تصالحنا. بس ما عرفوا يلعبوها، يصطفلوا، كانوا عملوها مثل ما تصالحوا طوني خليفي وجو معلوف على الBC بنفس اللحظه. كنا نحن عم نتصالح، ما حدا اجت بباله وما كتير. ليه ما طرحت؟ انا بدي اطرح صلحه. ليش بدي اطرح صلحه؟ شو ماني لمصلحة البرنامج، انت عم بتطل فيه، هذا سكوب بيعمل كان ضجة. واذا قال لي لا، شو يعني بكون انا طلبت الصلحة وهن رفضوا؟ كان عندك معلومات انه ما بده هو يصالح؟ ما عندي معلومات شيء، هو عندي معلومات انه هو رافض الاعتذار، وانا لو بعد 200 سنة ما بيعتذر مني ما حصالحه ولا حسلم عليه ولا حقول له كيفك وبس، انتهى الحديث. بده يقول علنا مثل ما سبلي علنا ومصورة بالفيديو المسبات هو علي وانا ما عم برد قدام عشرات ومئات الصحفيين اللي كانوا بالمهرجان، بده يجي يقول لي انا ما تاخذني يا خيي غلط بحقك، ما تاخذني انت خيي الكبير، هيك بده يقول. واذا ما قال هاي الجمله علنا قدام الناس لن يكون بيني وبينه اي نوع من اللقاء. انت عند رايك انه هو مغرور؟ شو بعرفني شو عم شوفه، ليش لا اعرف اذا مغرور او مش انت مغرور. انا بالمقابله ما شفته مغرور من وجور. تابعته؟ ايه طبعا. ليش عندك برنامج بحضر بشارك فيه. كان عندك يعني مش لدرجه. يا عمي انا زلمه متصالح مع نفسي، انا عقلاني بالحياة. وسأل بيير شو قلت له بعد الحلقة، شو بعثت له على الواتساب، سأله قلت له حلقة بتجنن كتير حلوة. ما عندي مرض نفسي أنا معقد وعامل شيء. في شيء بالحياة اسمه أصول بتصير، ما فيك تنكر نجاح الآخر حتى لو كان إسرائيلي، وما فيك تأيد الخطأ حتى لو كان خيي. في شيء اسمه بالحياة منطق ووصول. إذا الناس بدها تحترم رأيك أنت مسؤول عن رأيك، بده يكون منطقي وعقلاني. وإذا كان رأيك عواطفي مين بيقعد يحترم لك إياه؟ ما بده حدا يحترمه. الحلقة كانت كتير حلوة بمنا وجر، وملحم كان يؤدي جيدا ويؤدي كحوار، حاور وجاوب وحضوره وكل حلقة كتير حلوة. بس هذا شيء، وعلاقتي الشخصية في شيء تاني. ضروري يكون في علاقة شخصية مع الفنان ولا لا؟ ما ضروري. أنا ومحمد عبده بحياتنا يمكن مسلم عليه مرة، بس لأنه في أوقات بنتقده سلبا وأوقات بنتقده إيجابا. رح أعطيك مثل بسيط كمان. أنا وأصالة مش أصحاب، هلا بتقلي لأنه لأسباب سياسية. بس ما جات رحت لعندها على روق ما خلينا نحكي. أنت زلمة بتقوطي بس مش أشطر مني. أنا مرة طلعت ميادة الحناوي اللي هي صديقتي الحميمة وحبيبة قلبي، اسم الله عليك، انت كل مين قريب من النظام حبيب قلبك. واللي بتقلي تقبرني، هذا حكي قبل النظام يلعن ابو الساعه اللي بلشنا فيها بهالحرب. المهم بتطلع مع رجا ورودولف على الOTV بتقول أصالة مين، أصالة مين بيا مصطفى نصري، شو هذا نتفة مطرب صغير هاي كل عمرها تغني لفلافل الزرزور. ماشي. وانا وأصالة شو كنت قبل بجمعة ماسح الارض بالسيرة تبع أصالة. ليه؟ لأنها قالت ما بيجي على لبنان، قالوا لي بدهم يغتالوني ويخطفوني وهذا الحكي. ورجعت اجت لأنه كانت عم تصور برنامج، فقلت لها أنا بدي أعرف ما اغتالوكي لأنك جاي تصوري برنامج، ليش بالأول كانوا بدهم يغتالوكي؟ المهم طلعت ميادة حكيت عن مصطفى نصري. بقى أنا خبير، مش هيك اتفقنا؟ صح. أنا بعرف مصطفى نصري من هو، مش أنا صحفي درجة 10 ما بعرف مين مصطفى نصري. رحت كتبت مقال بزهرة الخليج، حابعت لك إياه بالواتساب تقرأه. قلت لها أنا رح أقول لك مين مصطفى نصري. كتبت لها قصة حياته لمصطفى نصري وأغانيه ومواويله وابتهالاته وقدراته الفنية كملحن وكمطرب كبير وأدير وبلا بلا 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 بلا. حطيته بالسما.
علما بانه انا لو اني منحاز مفروض هيدي صديقتي وهيدي خصمتي، مفروض انا يا طنش يا الا معك حق مين هي هيدي ومين هو هيدا. بلش صولة ولا بقى لا بوقتها؟ صولة بعد منا بشي 2 صار بعد منا كمان جدل وخناقات. طلعت على صولة اوكي، تلفنوا لي قالوا لي بدك تطلع على صولة، قلت لهم اوكي. طبعا انا ما بطلع ببلاش، طلبت المبلغ اللي انا باخده بالمقابله التلفزيونيه. قال لي انس اخوها، قال لي اوكي. قلت له بس انتبه، اي كلام فكره اصاله انه انا غيرت رايي بكل ما ارائي بالمواضيع اللي كاتب فيها، انسى يا فيفو عولة ابو طلال. رحت وصلت واجت سلمت علي، قلت لها اول كلمه اوعي تفكري انه انا جاي هلا لحتى امسح لك جوخ. عندك الجرأة يعني هول عم تقليهم هلا هول بتقولهم بوجه الفنان يا خيي، معمولهم على الهوا، شو بيني وبينك هلا عم تقولهم على الهوا، بس انه ممكن العالم بيقولوا انه بتلطف ما بتقدر طيب اوكي بلطف هلا على الهوا عمول كذب. يعني هلا اصاله اذا سمعت هذا الحوار شو بدها تقول؟ هذا كذاب كان امبارح عم بيمسح لي جوه بيكذبوا اوكي. وبالميركس انا كنت عضو لجنه بالميركس، وطلعت على الميركس دور وقلت لهم انا في اهم من اصاله للتكريم السنه. طلعت اللجنه قالت لا اصاله. اوكي هيك بدها اللجنه. مين قدم الجائزه لاصاله؟ انا. قلت لها انا وياكي نختلف في كل شيء ونتفق على صوتك، وما فيني انكر عليها لا صوتها ولا اغانيها، وقدمت لها جائزه وهي قالت اسمعها شو قالت. بتذكر وكمان حتى كمان مع الكبير دريد لحام قالت من بعد الخلاف اصطفلت تقول لا رجعت كمان قالت انه انا وجمال ما بتصور بنتفق وما بعرف شو هذا الكلام. من الاشخاص اللي يعني لو ارائكم السياسيه بتختلف، ولكن في انا ارائي السياسيه مش مع لان ضد الثوره وضد مع الثوره ضد النظام بسوريا. انا مع اخر همي هذا شأن سوري ما كثير بيعنيني. انا انقهرت من اصاله وهجمتها واستنفرت عليها لما قالت انا ما بيجي على لبنان بيخطفوني وخلي هالطبق مستور كمان وخلي هالطبق. وبعد منها بجمعتين اجاها تصوير برنامج ب50 مدري ب$100,000 حملت حالها واجت. قلت لها طيب مع العلم من جمعة كنت حتنخطفي ولبنان وخطر. هلا صار لبنان حبيب قلبنا لانه في برنامج. قبل ما اختم التلفزيون وانتقل الى الفن وارجع الى الفنانين، من التنين للجمعه يوم التنين منا وجر شو تقييمك للبرنامج؟ كويس. كمقدم برامج بيير رباط كيف تشوفه؟ جيد جدا. انا كل عمري بقول عن بيير ممتاز. هيدا الكاركتير هو خاص وجديد ما في غيره. هلا عم جامل اوكي. اسأله قد ايه بتخانق انا وياه بقى تحت الهواء. شو بتعطيه ملاحظات لبيير؟ بتقول له على ولا شيء، بس انا اعطيته ملاحظاتي اللي بدي اقول له اياها كلها، وانا بقول له هو بياخد فيها ما بياخد فيها يصطفل. الا وهي انه لازم اقولها يعني انه انا هلا حتقول على غيره حتقول علينا. فرجي نقاط ضعفه للزلمه. لا مش قصدي انت انا قلت له رح لك شغله من ضمن الاشياء اللي قلت له اول شيء انت حلو انك تحكي بسرعه لانه هذا الستيل الخاص فيك، بس ما بدك تطلع تتباهى لي انك انت ما بتعرف عربي وكل شوي تتمسخر على حالك انه انت ما بتلفظ عربي مزبوط وانه انت ما تفكرها شغله. هيدي في المذيعين عم بيقلدوا بهالموضوع، صاروا بيغلطوا بالعربي. هلا هذا صار غير موضوع، عم نحكي جد. هلا اللي بيقلدوه شو بده يقلدوا؟ بيقلدوه انه ما بيعرف عربي وانه بيتباهى انه ما بيعرف عربي وبيضل يركز عليه. يعني اللي ما انتبه ينتبه، ما حلوه. انا بالنسبه لي كاتب، شفتني شو كاتب على الواتساب، شوف شو كاتب: لا تخاطبني بالارابيزي لاني ما بفهمها. ما بدي حدا يحكيني بحرف الانجليزي يكتب لي عربي بالانجليزي مثل الابليكيشن اللي عم تعملها نجوى كرم انه بدها تعلم العالم يحكوا بالارابيزي. جو معلوف نهار التنين بتتابعه ولا او عندك شيء ترجع تفتح يوتيوب؟ لا بتابعه بالاعادات وعلى كل حال ما بقى في شيء ما بتقدر تشوفه لانه باليوتيوب ريما كيف تقييمك لجو؟ جو حلقه اللي طلع الثانيه تبع ملحم بركات ما حبيتها. ما حبيتها، ما حكي اشياء خاصة وقال هول اللي برا، نقل شيء عن الله يرحمه ملحم بركات ما كان ضروري تنقال بعد رحيله. زلمة رحل ومش قادر يرد بقى خلص. فهيدي من السقطات البسيطة اللي ممكن الإعلامي ينتبه لها. جو بعد على مر السنين كيف طور برنامجه بشكل جدا؟ ليك أنا جو قلت له إياها علنا، هول اللي بيجوا معه بالبرنامج الحرف المضاف إليه الثلاثة اللي بيقعدوا بيعطوا آراء، أنا ضد الفكرة. هول الثلاثة يا أما يعطيهم دور كامل يحكوا بالبرنامج يا أما ما يجيبهم، لأنه بيجيبهم بس يعطيهم كلمة أو جملة بكل الحلقة. ما أنا شغلة كتير منيحة لا إله ولا إلون، ما أنا قيمة مضافة للبرنامج. طبعا بدي بس كمان وجه شغلة مش لأنه بتربطني صداقة ببيير، بس ولكن بدي أقول حتى اللي ما بيعرف عن بيير كون إذا باللغة العربية طليع ولا لا، بس ولكن بيير من أذكى الأشخاص بانتقاء الفورميات
يعني بالوقت الحالي، يعني الاشخاص اللي بيعرف يسافر على بلاد برا بينقي فورميات كتير حلوه. لحظه، في كتير فنانين بيعرفوا ينقوا اغاني ما بيعرفوا يغنوها. بيير عرف ينقي اللي بيعرف يغنيه. لو نقى فكره حلوه وروعه بتجنن واجا قدمها بطريقه غلط بيطلع بيوقع. مين محل بيير رباط بتشوفه ممكن كان كمان يلعب دور جيد ما في هيدا البرنامج لبيير معمول تفصيل عليه حفر وتنزيل. انتقدوه شوي لبيير انه انت ببرنامجك بالبدايه كان كانه مصوب نحو الانتقاد الاخر، ولا انه انتم مين لحتى تقيموا؟ تعرف شو اخطائنا بمنا وجر او تقصيراتنا بمنا وجر؟ انه ما كتير منصوب على برامج الام تي في. لا والله صوبته بالاول. هلا بالاول ايه ما بعرف شو ليش صاروا عم يخففوا. بس هيك بدي اقول لك بس هيك. وهيدي الشغله نفس القصه اللي هلا عم نقولها اتهم انه لانه بالام تي في وكانه لازم كل برنامج وكل شغله نحطها ونزلش فيها. لا خلينا ضمن الحد. نحكينا عن هشام خلينا نحكي عن عادل، حكينا عن مدري شو عن نقشت خلينا نحكي عن سألوا مرتي. هيك بيكون العمل حيادي اكثر ومنطقي اكثر. بس العالم مرة بتقول انه انتم بعدها لليوم بتقول انتم مين لتقيموا؟ احنا مشاهدين عاديين. يعني اليوم اي برنامج كفيل فيلم 6-7 اشخاص يحطون على الهواء بيقيموا مثلا. والله الناس بتقول هل نحن لو ما بنسوى ما بنجيب نسبة مشاهدة. كان الناس قالوا ما بيحكوا ما بدنا نحضركم نحضر شيء تاني. انتوا التنين عم بتكونوا على طول بالطليعة والله انا بعتقد انه تعتقد ولا شفت؟ لا ما شفت. بس بعتقد. ليش بعتقد؟ قل لي ليه بعتقد؟ ليه منين اجاك الاعتقاد؟ من الشارع. انت بالشارع بتشوف الاعتقاد. الريتنج عندي انا بالشارع مش على الورق والقلم. الورق والقلم انا هلا بعطيك ريتنج 20 و30 اذا بدك بالحكي. بس على الشارع لما بنزل انا وين بروح بكون ببعلبك. دي هي اخر الدنيا. انا ما كنت بتصور انه في حدا بيحضر الام تي في ببعلبك او بالضاحيه. كل العالم تحضر وبيحددوا لك شو قلت بالضبط. يعني معناها متابعين مش شافوك بالبرومو وضل مارق الموضوع. بتفوت بصلحه بين مع هشام حداد وبيير رباط بتسعى ليش هو في خلاف زعل؟ هيك اليوم فاطمه عبد الله كمان كانت عم بتحط على موقع النهار كاتبه كمان مقال انه هالحرب والمهاترات اللي عم بتصير انه انتم التنين بتردوا بيرجعوا برد عليكم الثلاثه بترجعوا تنين بتفتحوا. هلا هن مبسوطين اثنيناتهم بالموضوع ما حدا مزعوج. بابليستي اثبت بابليستي. عم نقول لهم بس حطوا حدود شوي بس. الثلاثه قلنا حكينا عن عادل كرم وعن هشام حداد. بروح الاربعه مالك مكتبي تمام بلاقي بعد الفاصل مع جمال فياض. نصر الدين اليوم لما جيت انا عم بعرضه لحدا انه يا خيي في يا خيي ماشي بعرفنا شو بيكتب يا خيي شوف اول حلقه احضروا الحلقه الاولى شوفوا كيف ماشي. قال ايه ممكن تكون اول حلقه حلوه بس بعدين يمكن يصير يخبط. صرنا عم نحكم عليه قبل ما نشوف. يا خي امضوا معه يا منوافق ومنشتري يا ما بدنا ما قبلوا. عطوه سيلفي يكفي وشوفوا بعدين اعتبروها خساره 10-20 ألف دولار ما بيقبلوا. مهم هلا فادي صار نجم وعم يعني نحن خلاصة الموضوع بحاجة لكتاب وبدنا هيك شيء كم مخرج شباب جداد نعطيهم فرصة كمان. ماجي بوغصن شو رأيك فيها كممثلة؟ عندها مشكلة ماجي مثل مشكلتي معك هلا أنا. ده هي إنه لأنه جوزها المنتج هي نجمة ما جوزها المنتج. يا خيي شو بتعمل طيب إذا ثاقبت صدفة إنه جوزها منتج بتبطل تمثل حتى تشيل عن نفسها التهمة. أنا بنصح ماجي تروح تشتغل مع منتجين تانيين ما بقى تشتغل مع جوزها حتى الناس تقتنع انه خي مطلوبة. لانه صار عندها مشكلة مثل هلا اذا انا تصورت انا وفنان وكتبت عنه لانك تصورت معه. اذا سافرت معه لانك سافرت معه. يا اخي مش تهمة في شيء اسمه منطق وفي شيء اسمه عقلانية لازم تتعامل نوع تغير باستراتيجي تبعها. لا بس تنتج مع غيرها ترتاح من هالهم. حجم ربحينا جميلة انه اذا جوزها منتج. يا اخي جوزها منتج محترف شايل نص الانتاج. طب ليه بتتخلى عن شيء دجا عندها وبالحلال وزوجها وموجود وعم ينتج؟ انا ما عندي هاي المشكلة. الصحفيين الزملاء بعض الزملاء اللي عندهم هاي المشكلة معاها انه لانه جوزها منتج ما جوزها اللي عملها نجمة. يا اخي خلص مين اللي بث هيدا ما بعرف. بقرا هيك اوقات شغلات ما بعرف مين عم يكتبها بس انه على طول ما هي لانه جوزها المنتج. خي جوزها المنتج طيب ما عم ينتج لغيرها. ما في كذا ممثل بالعمل صح. جراند اوتيل وغيرهم كمان كانوا عم ينتج لهم برا مثلا بيكون هو يعني لو راحت على جراند اوتيل كانوا قالوا لانه جوزها فرضها.
طب ما ممكن يطلبوها الجماعة ممثلة، بعدين هي ممثلة من قبل ما تتجوزوا لسنان. صح. يعني ممثلة إلها تاريخ هي بالدراما. صحيح الدراما السورية اشتغلت أكثر لأنه كان بوقتها. صح، عملت أكثر من 18 عمل بسوريا. نعم. وبدايتها كانت بالخليج كمان مع نعم. عبود حسين. هلا بدي ارجع لسيرين عبد النور. نعم. سيرين عبد النور غابت بهيدا السباق. شو فيها ترتاح؟ ايه شو المشكلة؟ ما لقيت شيء يعجبها. هلا عم تقرا سيناريو بعد هلا ما قررت. صار بتحس الشاشة اشتاقت لها لسيرين؟ اكيد، بس انا بحب سيرين بالمودرن. ما بحب سيرين بالتاريخي الا اذا شيء ما بعرف. هلا هي عم تقرا شيء تاريخي. امي صياح كمان عندها. بعد ما اكتشفت امي صياح كممثله ما بعرف، مش شايف لها شيء بصراحه. ولا واشرقت الشمس؟ ما بتذكرها. بتذكر انه اشرقت الشمس انا كتبت عنه انه من هلا صار فينا نقول عنها دراما لبنانيه من هذا المسلسل. بس تصريح انه كل العالم اليوم عم بيحكوا عن امي، انه امي هي امي المذيعه. انا عرفتها المذيعه ناسي. عملت سوا مع رولا حميدي ومع معذرني، هذا جهل مني وتقصير مني، وانا بستاهل العقوبه والسجن كمان. حكموني 6 اشهر سجن، انا بروح بزحف. شو بدي اعمل؟ ما بتذكرها، سوري. شو بعمل؟ ما شفت. اليوم عندها ثورة الفلاحين يا خيي، انا ما شفت السابق، هلا ناطر اللاحق لاحكم. طيب سوري. كان اذا عندك فرصة تابع لحتى تكون عندك تعرف شو رح تابع ما تخاف. عندك ورد الخال. ايه عندها لا ثورة الفلاحين. بتجنن ورد نادين الراسي. ونديم بتجنن. نادين على فكرة ما بعرف، يمكن لاغي الواتساب تبعها او الرقم. ايه رح اقولها. نحن على الهوا معي. ايه على الهوا. اوكي. كنت بالقاهرة من فترة، صورة لنادين راسي بشوارع القاهرة صورتهم وصور كتير حلوين. جيت بدي ابعت لها واتساب، لقيتها مش على الواتساب. يبدو انه الرقم اللي عندها شيلته على الواتساب. بعتقد انه لها ظروفها الخاصة. باخر الظروف اللي شفتها والبلبلة اللي صارت حول نادين راسي، شو بتقلها كانت حتى الانفعالات اللي طلعت على الهواء. هي وجورج ارتكبوا الاخطاء الكبرى. جسكار وقعوا بالمحظور. لا مش جسكار، جورج خيا. لما فات بمشكلته مع مدامته مع زوجته. انا استغربت. فات بالاعلام كمان، هاي غلطه شنيعه، وهي رجعت عملت نفس الغلطه الشنيعه. بس هي استدركت مؤخرا شوي انما ما كان لازم هيك تصير. كان لازم هي خلص، حتى لو كتبت صحافي ما ترد، تختفي تغيب، ما تخلي حدا يقرب على شعره من راسها. مؤخرا كمان عمل بهمني اخذ رايك فيه لماجد الرومي مع الماجدة تحديدا مع مروان خوري. بس وصلت. هيدا شو اعز صديق لإلي بالوسط الفني انا حاليا هلا من شي 2 لهلا هو عوض الرومي، يلي انا وياه مثل الاخوه، ويلي بضيعني بلاقيني مع عوض الرومي. ماشي. ولح اقول لك زيدك من البيت شعر، انا معزوم على القاهره مع عوض الرومي، هو عازمني على ما بعرف. لا قال لي عزيمه هيك شم هوا انا وياك. انا عازمك خيي على القاهره، بدنا نروح سوا. ماشي. اوكي. خلص التسجيل تبع الاغنيه من شي اسبوعين ودق قال لي، كانت الساعه 11 بالليل، وهلا يمكن يزعل اني عم بحكي بس انا بدي احكي. كانت 11 بالليل 12 نص ليل بدق لي، وينك؟ قلت له بالبيت. شو عم تعمل؟ قلت له ماشي بدي اجي لعندك. اجا. انه 11 12 بالليل مش كتير متعارف الزيارات بين الاصحاب، حتى لو اصحاب اليوم ما عادت هيك، هي ايام العزوبيه. قلت له ايه اهلا شو في؟ قال لي جاي. طلع على السياره. قلت له لا ليش بدك تطلع؟ نزل شو في؟ قال بدي سمعك. قلت له سمعني شو في؟ قال لي جاي. اجا وصل، فتحت الستيريو، اخذ السي دي، حط الغنيه، قال لي جاي من استوديو قبل ما اروح لعند ماجد اسمعها، جاي يسمعك. قلت له خلصت؟ قال لي ايه. قلت له عشو تسأل رأيي لكان؟ ما زالك خلصت؟ شو بدك برأيي؟ أنا إذا أعطيت رأيي هلأ فيك تعدل؟ قال لا ما خلصت. قلت له لا شو عم تسألني رأيي؟ ما تسألني رأيي، ما بدي أعطي رأيي. قال لي يا خيي اسمع واعطيني رأيك. شو ما كان؟ سمعت وعطيت رأيي. شو رأيك؟ في كان إلي ملاحظة على الموضوع. أنا وهي إلي ملاحظة على التوزيع. أنا برأيي هيدا وجهة نظر. على فكرة هاي انتبه، مش انه هذا غلط انا اكتشفته. صح، ما في صح. هي وجهة نظر. وجهة نظري بتقول انه توزيع الموسيقى بهاي الاغنية كان لازم يكون صاخبا اكثر مما هو عليه. بالنهاية هي بالنهاية انا بدي اياها من النص تبلش. قلت له هيدا الصخب اللي باخر دقيقة مفروض يبلش من اول دقيقة، لانه هاي الحفلة
هاي الغنية بالحفلة أو بشي مهرجان، العالم بدها توقف تزقف ترقص معك كلاما ولحنا كيف شفتها بتجنن الكلام كلام سعاد الصباح اللي هو أسلوب نزاري حلو. اللحن مروان خوري أنا برأيي أهم ملحن اليوم بلبنان، عم ينتج. إذا بدي شيل سمير على جنب لأنه ما عم ينتج، بعتبر أنه مروان اليوم بالصدارة والباقيين بيقولوا مروان وبس والباقي بعدين. إيه. فبيجي بيطلع هو بيقتنع بوجهة نظري، بياخد تليفونه وبيبلش يعمل اتصالات. عم بحكي الحقيقة وهذا الكلام يعني ما بينقال. هلا قول من بعد هالكلام حيصير في هذا الكلام ما بينقال. آخر شيء اتفقنا إنه على المسرح رح ينعمل توزيع. وجهة نظري يعني. فليك أنا شو عم بعطيك فضايح هلا واشياء ما حدا بيسمعها. بالعكس هول حلوين. 7:30 شو على علم 5 ل 6 ساعتين ونص على الهوا معك. بدي اقول لك بس انا بدي اقول لك شغله. ماجدة الرومي شغله كتير كبيره، نحن كلبنانيه مقصرين معها. بس جوليا بطرس كفي الحديث. جوليا بطرس اكيد مصري معها. جوليا بطرس باخر ألبوم لها واخر حفل. ايه شو رايك بالبوم جوليا؟ اسمع لأقول لك شغله انشالت بالمونتاج بمنا وجر. قولها هون. لما اجى الوزير اللي اسمه صعب، انا ما بعرفه شخصيا، انا بعرفه يعني انه كوزير وبيعرفني يمكن كصحافي، لانه فات وقعد حدي. اول سؤال ساله اياه بيير رباط، قال له معالي الوزير اهلا وسهلا فيك بلا بلا بلا، بدي اسالك لما بتكون قاعد بحفله لجوليا وهالناس وهالزقف وهالهيصه، شو بتكون عم بتفكر، شو بتكون عم بتقول؟ قال له بكون عم فكر وين قاعد جمال فياض وشو راح يكتب على الحفله. ليش شالوها؟ سألهم ليش ما بعرف. هيدي ما بعرف ليش. شو رأيك انت كان بالحفله وبألبومها باخر؟ شو هيدا زياد بطرس، هيدا عبقري، هيدا مخ التكنيك اللي عامله، التقنيات اللي طالع انتقادات لجوليا بطرس. شو بدي انا عم بحكيك رأيي هلا، انتقادات ينتقدوا قد ما بدهم. انا جبت له حفله على ناس اجوا حكوا معي يعني بدهم حفله على الجزائر وصل $1,000,000 الجماعه وراح يدفعوا، بس هو مش ملاقي لهم وقت. تخيل يعني ينتقدوا. زلمه عنده قدره وعنده امكانيات، يعني عنده موهبه موسيقيه وعنده قدره فنيه وتصور عظيم وعنده امكانيات، يعني يجيب احلى صوت واحلى اضاءه واحلى ديكور واحلى مهرجان وينظم ويشتغل. يعني زياد بطرس اليوم عبقري كمان، واحد من الكبار يلي بلشوا يحطوا شو بيقولوا، مش في بهوليوود نجمي بيحطوها كف الفنان الكبير بيحطوا له يبصم وهيك ووك اوف فيم. بصم زياد. جمال فياض يعني عم بيطول الحديث. بعتقد برمنا على كل النقاط. ايه ما بدك نحكي بدك تعرف قد ايه بقبض بالشهر من معاش وشغل وهيك؟ ما بدك تعرف بعد ناقص تسألني هيك شو بدك بعد؟ لا سألني. وبدك كمان اشياء حميمة بحياتي الخاصة، شو إلك معي؟ خلص عريتني ما خليت لي صاحب. قال الله يستر، وين بده يستر؟ والله ربنا ما بقى يقدر يلحق ستر، شو بده يستر؟ بدي اقول لك يعني تعودنا على جرأتك وعلى كلامك. ان شاء الله تكون استمتعت بهذا الحوار، لانه فعلا انا حاولت قد ما في. بالبدايه كنا عم نحكي عن كل شيء، جلنا عن كل المواضيع بقدر الممكن ولا المستطاع. بدي اقول لك بحيي انا شخصيا جرأتك، انت حدا الواحد عنده لذه انه يحاورك لعده اسباب. انت منك قليل يخزي العين عنك عن جد. انا هلا مش ندمان اني جيت رغم كل اللي حعاني منه من تبعات هذا الكلام. بس في شغله انت قلت قايل بعد البريك نحكي فيها وما حكيت فيها، انه انت محارب بالوسط الفني. في حدا عم يحاربك؟ بعتقد الجواب بدي ارجع له، بس عم بطلع انه ايه واضحه انه في عندك اشخاص ما بيحبوك. ما عندي هالاحساس. ما عندك هالاحساس، بس في عندك ناس ما بتحبك. ما يحب، لا اللي ما بيحبني هذا شيء طبيعي. يعني لايف تويتنج في واحد عم يباركوا عليك. في واحد ما بيحبني هذا شيء طبيعي، بس واحد عم يحاربني هذا الشيء مش طبيعي. انا ما بحس في حدا عم يحاربني، يعني ما عندي هذا الاحساس. في ناس بيقول لك ايه عم يحاربوني، ما عندي هالاحساس. لما بيلقوا عليك الاشاعات انك ترتشى وانك بتقبل هدايا وانك بترافق، بالعكس هيدي منها محاربه، منها نوع من تضليل. محاربه لما انت بيكون جايك شغل بمكان معين، بيجي واحد بيشلك اياه وبيمنع. طب هيدي الطريقه، هيدي الطريقه كمان بتقطع الارزاق. اليوم لما واحد بده يعني ما هلا لما واحد هيك ماشي بالشارع وبيقول لك انت حمار، يعني خلص طلع لك دينان. ما هيدي مش بدي انا اولاد المهنه يطلع فنان يقول مثلا ايه انا مره هديتك انيت بارفان، شفت كيف؟ هون بقى انا بيكون فضحني. ايه والله انا مره عملت كذا اعطيتك. ايه
اي مرة اخذت مني ظرف هيك هيدا بيكون في حدا مرة هددك على تويتر، بس واحد على تويتر يقول لك انت بترتشي. بس في اسامي بتهددك على تويتر، في فنان ما بعرف ما بتذكر لك خلي الطابق مستور ما افتح ملفات معينة عنك، ولطشوا الى بعض الامور على اساس انه انا شاذ جنسيا ومخبى شو يمكن عندك لمح الى اصل ما بعرف جنسيا. ليس عندي ما اخشاه وحياتك، ليس عندي ما اخشاه. وهي لما واحد بيكون هالقد جريء وشخص محترم، مش واحد كل يوم بيسبوا له 100 مرة وبيطلع بيحكي، معناها ما عنده شيء خايف منه. شو بده يحكي؟ طابق مستور؟ اي طابق؟ ليش فيها طوابق؟ ما صرنا كلنا بيوصل لك اياها على تويتر، بيوصلني بعمل لهم بلوك هول اذا تافهين. يعني مثلا في مرة واحد رجل دين ما بعرف حاطط صورة اسم رجل دين ولحية بمصر، ما بعرف شو كاتب شيء، قال لي انت بس تيجي مصر احنا حنوريك شغلك واعمل حسابك. قلت له انا واصل الاحد الجاي الساعة 6 بوصل على المطار، تفضل لاقيني فرجيني السيف تبعك. طبعا وصلت مع ما لقيت حدا، صرت فتش انا انه بيكون في حدا عن جد جاي. جمال فياض، بنهاية حديثنا شو انطباعك وشو كلمتك لكل المستمعين ولكل اللي ذكرناهم؟ الحياة ما بتحرز كتير نختلف عليها، لازم نتصالح دايما، واللي له حق عند التاني لازم ياخده حتى لو كان حق معنوي. وانا بشكرك على هذا اللقاء وعلى صدرك الرحب وعلى لسانك الطويل، وما بعرف اذا انت حتضلك بشغلك مع المقابله لانه طرطشي طالت على الام تي في برامجها، مش مشكله بالعكس. انا بعرف جهاد المر اكثر من ديمقراطي وروحه رياضيه جدا، ويا ريت الكل هيك مثلهم لبيت المر روحه رياضيه، بس ما حدا بيعرف يتعامل مع العالم بهالطريقه. بكل الاحوال انا بشكرك على انك فتحت لي هالباب لحتى اقول ما يقال مره كل 5 سنين. أنا صار لي شي 4-5 سنين ما طالع كتير مقابلات، وإذا بطلع هيك مجاملات، بس ما بطلع هيك مفتوح. هالمرة بعتقد هاي الحلقة تستطيع أن تعتمد مرجعية علي. انت فعلا اضافه لنا اليوم ولإلي على الصعيد الشخصي. كان عندي مبلغ مسؤوليه اني حاورك، يعني ان كان من حيث التحضير ومن حيث كمان الواحد يكون عم بيراعي بعض الامور اللي بده يحكي فيها. بس يمكن نحن بمحل معين قررنا انه نكون عنا نقول عنا منبر ديمقراطي ومنبر مفتوح فعلا فليكن للجميع، وفينا نذكر كل الاسماء دون حسابات. على قليله عندي انا من هالمحل اقدر فرجي هالصوره اللي انا بدي اياها. اذا استمريت لبكره ولا لبعد بكره ما بعرف، تستمر ان شاء الله. ان شاء الله على غير اذاعه نبقى بنرجع شو بيصير كمان يكون صدره الرحب. جمال فياض شكرا لك، شكرا لك، كل التوفيق بمنا وجرب الاوربت بزهره الخليج وباي كمان برنامج الهوات اللي عم تعملوا على قناه الان اللي يختص اللي عندهم هوايه بالشعر. موفق بكل شيء عم تعمله، شكرا لك، وخليك هيك مستمر كيف ما انت رغم كل الانتقادات اللي حطها لك رح تبقى انت ناقد فني، ورح تبقى جمال فياض شاء من شاء وأبى من أبى. شكرا أغاني، شكرا محمد قيس. إلى اللقاء غدا بنفس التوقيت بحلقة جديدة من بعز العجبي. بعز العشقة القلب العشقة سكر السيف باقي الأخير